السلام عليكم يا احلى متابعين. فكة النهاردة بنحبها كلنا في الصيف، طعمها حلو وسعرها بسيط. بنشوفها في كل مكان في الشوارع. اكيد عرفتوها، انه التين الشوكي او البرشومي. لكن هل فعلا مفيد زي ما الناس كتير بتقول، ولا في حاجات خطيرة لو ما خدناش بالنا منها؟ تعالوا نعرف الحقيقة كاملة في الفيديو ده. تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا كل حاجة عن التين. اول حاجة فوائده هنقولها، بعد كده هنعرف الاضرار لو في اضرار. بينظم الهضم وبيمنع الامساك لانه غني جدا بالالياف، وده كمان بيخلي تحسي بالشبع. طبعا مفيد جدا للناس اللي بتعمل دايت او تخس. مضاد الاكسدة قوي جدا، بيساعد الجسم يحارب السرطان ويقلل التجاعيد ويحمي الجلد. حلو جدا للسيدات. مفيد لمرضى السكر، بيقلل امتصاص السكر في الدم، لكن لازم يكون تحت اشراف طبي. لازم الدكتور هو اللي يكتب لنا ان احنا ناكل الفاكهة دي ولا لا. بيعزز المناعة لانه فيه فيتامين سي، وكمان فيه فيتامين بي وكالسيوم ومغنيسيوم للعظام، قوي جدا. بيحسن صحة القلب، وبيقلل الكوليسترول الضار، وبيساعد في ضبط الضغط الدم. مفيد للبشرة والشعر، ويعني فيتامينات ومغذي، ويساعد في النضارة والبشرة وصحة الشعر. يعني كل الستات تاكلوه. بس رغم بقى كل ده، رغم كل الفوائد، لو كلتيه غلط ممكن يسبب مشكلة كبيرة. الافراط فيه ممكن يسبب امساك شديد جدا. البذور اللي جوه تقيلة على المعدة، وممكن تعمل انسداد في الامعاء، وده بيحصل فعلا مع ناس. لو عندك قولون عصبي زي اللي عندي كده، او مشكلة هضم، احذري، ممكن يسبب لك مغص او تقلصات. ما ينفعش الاطفال الصغيرين او الكبار السن يعني ياكلوا كميات كبيرة، لان جهازهم بيبقى اضعف من الشباب. تمام. ممكن يسبب حساسية عند بعض الناس، ممكن طفح جلدي، حساسية بالحرقان في الفم. خلاص كده. النصائح بقى انها مهمة عن التين. ممكن تاكلي واحدة او اتنين في اليوم. دايما اشربي مية كافية بعدها، بلاش تاكليه على معدة فاضية. لو اول مرة تاكليه جربي واحدة بس. اختاري التمرة الناضجة يعني الطرية، وتأكدي انها اتغسلت كويس. التين الشوكي او البرشومي فيه فاكهة لذيذة ومليانة فوائد، لكن زي اي حاجة لو زادت عن حدها قلبت ضدها. استمتعي باعتدال، وشاركي الفيديو مع اصحابك عشان كله يعرف المعلومات دي. لو عندك تجربة مع التين الشوكي او البرشومي، انصحي حبايبك واكتبي في الكومنت. ولا تنسيش تعملي لايك، تشتركي في القناة، وتفعلي زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا الجاية عن التغذية والصحة. وسلام مؤقت.